اوه، لحقت تشوف حاجة؟ ده أسرع كائن على وجه الأرض. صقر شاهين سرعته في الروقان 55 كيلومتر في الساعة، أما سرعته في أقل حالاته فبتوصل ل 120 كيلومتر في الساعة، أما بقى سرعته وهو بينقض على فريسته بين الجو فبتوصل ل 390 كيلومتر في الساعة. بس إزاي الصقر ده بيقدر ينزل وينقض على فريسته بالسرعة الخارقة دي من غير ما جهازه التنفسي ده يتدمر ويتفرتك؟ السر كله هو إن ربنا سبحانه وتعالى خلق في منقاره عظمة صغيرة جدا اسمها عظمة الدرج. العظمة دي وظيفتها إنها بتبطئ دخول الهواء لداخل على الرئتين فبتخفف الضغط عليهم، وفي نفس الوقت بتحقق التوازن لجسم الصقر لما يغير سرعته بشكل مفاجئ عشان ينقض على فريسته. وده اللي خلى مهندسين الطيران ان هم يستوحوا من شكل الصقر ده تصميم المحركات النفاثه للطيارات المخاطله، المحركات اللي ما بتنفجرش لما سرعتها تزيد عن سرعه الصوت، وفي نفس الوقت بتخلي الطياره محافظه على ثباتها وتوازنها. وبكده تكون عظمه صغيره يدوب نص سنتي في منقار الطائر ده هي اللي الهمت وساعدت الانسان في عصرنا الحديث انه يحقق كل التطور الجبار ده في هندسه وتصميم وصناعه الطيران. سبحان الله.